بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للجميع، كلهم بصفته كلهم بموقعه. اولا انا جيت سعيد باش نحضر لهذا اللقاء اللي كنشكر من خلاله المنظمه المغربيه لحقوق الانسان، العداله وحقوق الانسان، وكذلك اتحاد مستثمري المغاربه. غادي نقول واحد الكلمات في حق الاستاذ العمراني. الاستاذ العمراني انا عشرته منذ الصغر، ولكن كنت كنسمع بالاسم ديالو، كنت كنعرف العمل اللي كيقوم به، بخصوص النظر في المجال الجمعوي. والحمد لله بزاف ديال الاوراق وبزاف ديال المشاريع اللي كانت في هذا لوسونس هذه بالفضل ديالو والاخوه اللي كانوا معاه تمكنت باش تترجم على ارض الواقع. واللي جميل في هذا الامر هذا انه الاستمراريه دائما كاينه. كنا بعض المشاريع اللي لقات النور هذه 20 سنه ولا 25 سنه، الحمد لله كنمشيو كنشوفوا المنشات وكيبان لنا داك الشيء باقي في المستوى. كما قال لكم الاستاذ العمراني، خصو يكون جيل جديد اللي يكون السي العمراني القدوه لهم وما يحافظ على هذه الامور بعيدا كل بعد على التطاحنات الشخصيه. خصنا نكونوا نبغيو المحبه والحب للجميع. وكاين جمعيات كذلك راه فيها المنظمه ديال الدور اللي كتقوم به ولا هدى، والخير عطا الله في الشباب والشابات اللي كيشطوا كثير في هذه الميدان وكيلعبوا دور كبير. وكيغطيو واحد الفراغ كبير اللي بعض المرات ماشي ضروري الدوله المغربيه ولا الناس المسؤولين يقوموا به. المجتمع المدني والناس ديال الجمعيات كيملؤوا هذا الفراغ هذا باش الحمد لله المغاربه بجميع الشرائح ديالهم يكونوا ناشطين وفرحانين. وهذا هو في الحقيقه الدين ديالنا والاسلام على من يحد. وشكرا لكم مره اخرى، ونتمنوا الصحه للاستاذ العمراني. وراني دابا فسمنت عليه السي العمراني هذا الشيء ماشي كيقول لك ودي سير ترتاح، راه مازال باقيين محتاجينك. دونك بقى معنا وكامل. شكرا جزيلا. شكرا السيد حكيم بن عبد الله، الاستاذ المحتفل.